طبعا دي كانت أول ورشة عمل تتم بين الكلية والهيئات داخل جمهورية مصر العربية، متمثلة في رعاية الشباب، التعليم، مراكز الشباب، كل اللي ليها علاقة بالكلية واللي ممكن الكلية تقدر تساهم بيه في خدمة المجتمع. طبعا كان قبل كده ما كانش الدور دوت في تلاحم كبير، ولكن في توجيهات انه علشان الكلية يكون لها دور، وان يكون تكمل دورها، ما يقتصرش على الدور التعليمي فقط، ولكن ازاي تنقل خبرات الكلية بأساتذتها بإمكانياتها للمجتمع من خلال الهيئات المختلفة. تم النهاردة اللقاء بقيادات الهيئات المختلفة، وتم طرح العديد من المشكلات، وفي منها المشكلات اللي هي هتخش في المجال البحثي داخل الكلية، وهنوجه فيها الدارسين أن يحلوها من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه، وهكذا الأساتذة من خلال عملهم كإنتاج علمي. فإن شاء الله هنحاول نحل مشاكلنا بأسلوب علمي متميز، ودور الكلية اللي كنا بنفتقره لفترات طويلة حقيقة. كلام حضرتك مظبوط. اعتقد ان احنا النهارده بنحط اولى خطواتنا على الطريق السليم، تعاون واستثمار التعاون بين الشباب والرياضه، وبين كليه التربيه الرياضيه، وبين التربيه والتعليم، وبين مراكز الشباب، وكل الهيئات العامله في مجال في خدمه الشباب، سواء من كان خدمات رياضيه او خدمات شبابيه. بالتاكيد النهارده ورشه العمل اللي دارت حوالين دور كليه التربيه الرياضيه وازاي نستفيد من كليه التربيه الرياضيه في خدمه المجتمع المحيط بها، كانت النهارده له اثار ايجابيه كويسه جدا. وحضرتك كنت حاضر معانا الورشه وتعرفت على التوصيات اللي طلعت بها الورشه، وان شاء الله تكون محل تنفيذ. يعني هي مش عايزين نقول انها يا رب تكون ما تكونش توصيات زي السابقه، توصيات تكون حبيسه الادراج. لا، عايزين التوصيات دي تكون تاخذ موقع تنفيذ. ممكن الكليه تخدمها مؤسسات مجتمع مدني كتير جدا، زي مديريات الشباب والرياضه باداراتها المختلفه، وما تشمله من مراكز شباب ومناطق الاعباد وانديه ولجان رياضيه. تقديم زيارات او عمل زيارات لبعض الملاجئ، لبعض السجون، للمستشفيات، حتى لرفع الروح المعنويه بين الناس دي. اكيد اللقاءات الرياضيه دي هتثمر عن خدمات كتيره جدا جدا. يعني هو دي مجرد مقترحات، احنا لسه بنبلور، واكيد في التربيه الرياضيه في المجتمع المحيط. حضرتك عارف طبعا ان الكليات والجامعات المفروض ان ليها دور رئيسي في خدمه المجتمع اللي حواليها وتنميه البيئه. وكانت طبعا مرت فتره كانت الجامعات ما بتقومش بالدور ده، والكليات كانت منعزله عن المجتمع. لكن كليه التربيه الرياضيه وجامعه المنيا بامكانياتها الكبيره ووجودها في اقليم شمال الصعيد برضه في مظلوم العديد كبير في الامكانيات الرياضيه والتعليم، فلازم ان احنا نفكر ان احنا نيقظ الدور ده تاني ونصحيه. وعشان نقدر نعمل الدور ده لازم نسال اللي هو المستفيد اللي متوقع الدور ده او اللي مستنيه. فعشان كده دعينا هيئات مختلفة ممثلة في الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الجامعات الأهلية. معظم الناس بتشتغل في جزر مغلقة. الجامعة لها دور كبير جدا بمنشآتها، بأساتذتها، بأبحاثها، بالطلبة بتاعتها في خدمة المجتمع، ولكن الدور ده للأسف الشديد ما هوش موجود. لو كل الناس دي التزمت بأدوار محددة وفق برامج مدروسة وأبحاث مدروسة لتنمية المجتمع المحيط بالجامعة، من المؤكد أن المجتمع هيستفيد استفادة كبيرة جدا. الكل يعمل بمنظومة واحدة، وهي أن نصل فعلا إلى حل جذري يقضي على كافة المشاكل، إن لم يكن جزء منها مقبل إن شاء الله لحله فوري بإذن الله في الجلسات المقبلة إن شاء الله.